بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن مباراة الأهلي وأورلاندو في الدور قبل النهائي من الكونفدرالية الأفريقية عام 2015، واللي انتهت بفوز نادي أورلاندو 4-3، ونتيجة المباراتين 5-3 بعد الفوز هناك 1-0. هنستعرض شريط الأهداف أو هنستعرض الأهداف في البداية. الهدف الأول لمالك إيفونا. طبعا هنتكلم في كذا حتة في الجون ده. الجون بنسبة 85% او بنسبة 75% منه هي التمريرة بتاعت عبد الله السعيد واستلام ايفونا. هما دول كانوا السبب. انتشار كبير جدا او انتشار غير مؤثر من نادي اورلاندو. كله في عمق الملعب، مفيش حد ماسك حد زي ما احنا شايفين. استلم ايفونا بأريحية تماما، رقص الحارس وحطها. لو رحنا للداتا شو، بصينا للموضوع، بصينا للتحركات، هنتفرج على تحرك ايفونا. ايفونا طبعا اتحرك تحرك من غير كرة على اعلى مستوى، استلم الكرة وحطها جون. ده الجون الاول، والجون اللي ادى امل كبير للنادي الاهلي في التعويض وفي خطوة بطاقة التأهل او في الاستحواذ على بطاقة التأهل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ده الجون التاني، شريف إكرامي بتمريرة ولا أروع، برؤية كبيرة جدا جدا جدا، خلى 3-1. مؤمن زكريا اوفر من الاوفرات القليلة جدا 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 في النادي الاهلي في الفترة الاخيرة، اللي بيقدر يعملها بطريقة صح. الاهلي للاسف في الفترة الاخيرة ما يعيبه بشكل كبير هي الكرات العرضية بتاعته. بعدها هنتفرج على الداتا شو، على الهجمة. كرة اتلعبت من شريف إكرامي، اتحرك مؤمن زكريا واتحرك معاه ايفونا وجه الهدف التاني. هنيجي للهدف الأول لأورلاندو. الهدف الأول لأورلاندو في عيوب أو وضح مشاكل كتير جدا في النادي الأهلي، وضح مشاكل دفاعية كبيرة كبيرة كبيرة، وهنتفرج على الجون حاليا وهنشرحه. كرة اتلعبت، كانت ضربة ركنية في البداية، خرجت ضربة مرمى، خرجت رمية تماس، حصل التغييرين. نتفرج في 9 لعيبة واقفين جوه منطقة او على حدود منطقة، جوه منطقة النادي الاهلي في 8 لعيبة، ومالك ايفونا واقف على حدود المنطقة. نتفرج لاعب 2 3 4 بدون اي رقابة على اي حد. اللاعب ده لو اترفعت له الكورة هيستلمها وهيجيبها بأي شكل، مفيش غير التغطية دي، التغطية الوحيدة، التغطية الصح. هنا 2-3. هنتفرج في التحركات. لاحظ ساعة لعب الكورة او ساعة لعب الكورة العرضية الدفاع اتفكك تقريبا، مفيش غير سعد سمير اللي ماسك اللعب. سعد سمير هو الحاجة الوحيدة الصح في اللعبة دي، هو اللي طلع ولعب الكورة. اتفرج على المساحة الخالية الكبيرة للحارس او اللي اللاعب قدر يستلمها بمنتهى منتهى منتهى السهولة. بعدها شطها من 1 تاتش، لمسة واحدة في الجون. لو اتفرجنا على الداتا شو هنقدر نبص على التحركات بشكل اوضح. لعيب استلم بسهولة جدا بعد الكورة بتاعت سعد سمير. ده الجون التاني. الجون ده وجهة نظري الشخصية هو جون فضيحة دفاعية للنادي الاهلي، جون يؤكد ان لعيبة النادي الاهلي او مدافعين النادي الاهلي للأسف ما تمرنوش، ما خارج بره حدود التركيز، خارج كل شيء. نتفرج على فتحي او صبر رحيل من البداية. صبر رحيل من البداية ما بيضغطش، لاعب بيستلم بمنتهى السهولة. احمد فتحي بيلف من ورا اللاعب، لاعب حط احمد فتحي وحط حسام عاشور في ظهره، اتحرك بمنتهى السهولة. هنتفرج هنا بقى على محمد نجيب وعلى سعد سمير، ومحمد نجيب تحديدا. نقف هنا، المرمى اتفتح، سعد سمير اتحرك مع اللاعب، محمد نجيب اتحرك مع اللاعب التاني. اتفرج على الكورة، على ما كل واحد فيهم ادرك انه فتح المرمى تماما للاعب ده، بدأ يرجع ولكن متأخر جدا. كرة خدت رجل سعد سمير ودخلت الجول. لو رحنا للداتا شو نتفرج على التحركات وهنشوف
ادي اللاعب اتحرك مع احمد فتحي وحسام عاشور، ولكن كان متأخر جدا. بعدها اللاعب التاني اتحرك، خد معاه صبر رحيل ومحمد نجيب، ثم اللاعب التالت اللي اتحرك وخد معاه سعد سمير. ادي الكورة وادي التحركات واضحة جدا 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 جدا. محمد نجيب ازاي اتحرك بشكل غلط وبشكل غريب. الجون التالت هجمة للنادي الاهلي، تتقطع كورة طويلة جدا، سعد سمير بيرجع الكورة لشريف اللي اتعامل معاها بمنتهى الرعونة. للأسف محمد نجيب هنا غطى ولا كأنه عمل اي حاجة. محمد نجيب مش اكتر من انه دخل ضغط على اللاعب. نيجي هنا ونبص على الداتا شو ونشوف تحركات اللعيبة. اللاعب اتحرك بمنتهى السهولة من ورا ظهر محمد نجيب. نيجي للجون التالت للنادي الاهلي. حسام عاشور لعب كورة لأحمد فتحي اللي عمل اوفر ولا اروع، بيفكرنا بأحمد فتحي قبل ما يحترف، ونتمنى ان احمد فتحي يرجع للمستوى ده. احنا محتاجين احمد فتحي في المستوى ده. رمضان صبحي اللي لعبها، امام متعب حاول عليها ولكن عمرو جمال. الجون ده فيه تحركات كتير قوي، من او في صاحب 50% من الهدف من وجهة نظري هو امام متعب. هنبص على التحرك ده، الكرة اللي اتلعبت من حسام عاشور. بص امام متعب هنا خد معاه الاتنين المدافعين، وفضل مساحة تماما 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 لرمضان صبحي اللي لعب الكورة بسهولة، وفضل المساحة تماما لعمرو جمال اللي قدر يتابع الكورة ويسكنها الشباك بالهدف الثالث. نيجي للجون الرابع، خطأ لا يغتفر لسعد سمير. اللاعب هنا في موضع الاوفسايد، اللاعب استنى لغاية لما سعد سمير غطى عليه، اتورك كده لحظة خروج الكورة. لحظة خروج الكورة اللاعب ما بقاش اوفسايد، سعد سمير رجع غطى الاوفسايد. محمد نجيب للأسف للمباراة الخامسة على التوالي محمد نجيب بيتسبب في أخطاء كارثية للنادي الأهلي تسفر دائما وأبدا عن أهداف. لاعب استلم انفرد وحطها بسهولة جدا على شريف إكرام. هنتفرج هنا على الداتا شو على تحركات اللعيبة. لاعب استلم في وسط الاتنين بدون أي ضغط وبدون أي صعوبة. للأسف مشاكل الأهلي في الفترة الأخيرة بتتكرر، وخاصة المشاكل الدفاعية. المشاكل الدفاعية احنا اتكلمنا في كذا مرة قبل كده عن الباك اليمين تحديدا، عن نقطة الباك اليمين، عن نقطة التغطية العكسية. النهاردة في المباراة دي ما كانتش بس الباك اليمين، كان الباك اليمين وكان قلب الدفاع وكان الباك الشمال، كان كل حاجة، كان كل حاجة في الدفاع. كان رعونة غريبة من شريف إكرامي في الجون الثالث، خطأ غريب من أحمد فتحي في الجون الثاني. هو محمد نجيب باسم ما غطاش كويس وكان في مكان غلط في الجون الأولاني الكورنر. الجون الرابع سعد سمير غطى الأوفسايد ومحمد نجيب واقف بيتفرج. كل دي أخطاء دفاعية غريبة. الأهلي يفتقد صانع ألعاب في نص الملعب. كلنا اتكلمنا، كلنا قلنا انه الاهلي محتاج يلعب جنب حسام عاشور صالح جمعه. مش جايبين صالح جمعه عشان خاطر نقعده على الدكه. صالح في المباراه الاولانيه الفتره اللي نزل فرق فيها كتير مع النادي الاهلي، فرق فيها كتير 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 مع النادي الاهلي. للاسف الاهلي ما اتعلمش من اخطائه. الاهلي كان يستحق الخروج. الحمد لله ان المباراه خرجت 4-3 بس، ما خرجتش اكبر من كده، ما خرجتش اكتر من كده. علامات استفهام كتير جدا على روح الفريق في الفترة الأخيرة. فين الروح دي احنا مش متعودين عليها. في علامات استفهام كتير على النادي الأهلي، في حاجات كتير اوي احنا هنتكلم عنها في التقرير ان شاء الله، سواء من أخطاء إدارية أو أخطاء فنية.
احنا اتكلمنا عن تحليلات الاهداف، هنتكلم بشكل اكبر في التقرير ان شاء الله، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجة كويسة تليق بشعب النادي الاهلي. شكرا.